يا أهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورتس، حياكم الله في حلقة جديدة من المساء الرياضي. بداية نرحب في ضيف عزيز جدا حسام الدين أحمد من جزر القمر، القمر الجميل. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، سعيدين في تواجدك. كيف شاهدت منتخب بلادك؟ أولا شاهدنا أن منتخب جزر القمر قدم مباراة رائعا، لكن كان أمامه منتخب قوي، منتخب لديه لاعبون ذو الخبرة. وأقول أن منتخب جزر القمر حاول، ولكن هذه مباراة وكلنا نتوقع أن منتخب المغرب سوف يفوز. وهكذا اليوم وصلتني معلومة أنك في اللبس الرسمي لجزر القمر في التيشيرت والفانيلة للمنتخب بلادك، هالكلام صحيح؟ وكنت متحمسا جدا. عندنا زي رسمية، لكن منتخب جزر القمر كما لما وصل هناك في المغرب كانوا مع زي القمر. نعم متفائل. فتح المولدي، أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شرفني نكون بحد القمر. بحد حسام اكتشفناه اليوم الصبح عند فطور الصبح، ثم اكتشفناه في العشوية. ما شاء الله، إنسان راقي جدا. نعم. إنسان مثقف جدا، وابتسامته جميلة. لا عمل لنا درس على جزر القمر. جزر القمر، نقول جزر القمر ليس جزر القمر. نعم القمر، فأنا بدأت في القمر الجميل. نعم جزر القمر. أنا سألته هل شاهدت المقابلة فقط. جميل. بدر الدين إدريسي، يا مرحبا. ليش سألته؟ لماذا سألته؟ لأنه عندنا تاريخ. أي تاريخ؟ تاريخ النوم. بدر الدين إدريسي، أهلا وسهلا، مبروك. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل بالزملاء الكرام، وايضا بكل المشاهدين. نحن في ضيافه القمري اليوم. تحداني على طاوله الافطار، قال سنفوز عليكم، وانا عجبني في اصراره، عجبني في ايضا التحدي. في النهايه من فاز هو اسود الاطلس، امر طبيعي جدا، لكن يهنأ المنتخب جزر القمر على مبارته الجميله والرائعه. وكما قلنا بالامس سيكون رقم صعب في معادله هذه المجموعه بلا شك. المنتخبين العربيين نتمنى كل التوفيق لجزر القمر في التأهل في المواجهات القادمه في المجموعه. صابر القراوي، اهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري. مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي للجميع، وتحيه خاصه لحسام. الحقيقه اعاد لي ذكريات الدراسه، كان معظم اصدقائي وزملائي في جامعه الازهر كانوا قمريون من جزر القمر، فاهلا بيك معنا النهارده. لذلك عنده الشبه مع القمريين. هذاك عليه وكل قمر يظهر ساعات ويغيب احيانا. لكن القمر المساء الرياضي مشع في وجود حسام الدين. تبارك الله عليه، ما شاء الله. لا والله قمه. عملنا لنا درس في التاريخ نتاع جزر القمر. ممتاز ما شاء الله. جزر القمر اليوم الرسائل كثيره في حفل الافتتاح، الإشادة والوحدة وكثير من القيم الجميلة كانت حاضرة من خلال تفاصيل هذا الحفل المميز التاريخي في نسخة المغرب. والله حفل رائع، حفل افريقي، محلاها افريقيا، محلاها البساطة الافريقية عندما تمزج بالتكنولوجيا. المغرب فعل كل شيء إلى حد وأنه الملعب تكلم، جدران الملعب ساهمت في الحفل. هذا شيء لأول مرة الحقيقة نراه، أنه جدران ملعب الافتتاح تكلمت وساهمت في الحفل. هذا يشرفنا برشا. هذه رسالة 2030 المغرب عندما منحت له إمكانية تنظيم كأس العالم 2030، معناها المغرب راهو جاهز من الآن. تحبوا كأس العالم الآن موجودة. المغرب فعلا مرة أخرى يشرفنا كرويا في السابق، تنظيميا الآن، وإن شاء الله تتواصل إنجازات المغرب الشقيق. حسام، كيف شاهدت حفل الافتتاح؟ أقول أن ليست مفاجأة. كلنا نقول أن هذه البطولة يبدو أنها ستكون أحسن وأفضل في التاريخ، وما شاهدنا اليوم هذا عندنا ثقة أن
هذه البطولة في المغرب ستكون أفضل وأحسن في التاريخ. ولكن لابد أن نقول هنيئا للمغاربة، لأنهم حاليا نرى أن البطولة الأمم الإفريقية تبدأ أن تكون قويا من البداية إلى النهاية، ولابد أن نشكر المغاربة، لأن هذا يبدو أن البطولة المقبلة في تنزانيا وكينيا وأوغندا سيكون أفضل أيضا، وندعو هذا. نعم، إذا كما تفضلت حسام الدين في مسألة أن هذه الافتتاحية كانت من خلال إشادة بالوحدة والهوية والمرونة الراسخة لكرة القدم الأفريقية، وكان الحفل استعراضا إيقاعيا وحركيا حيا واحتفاء بالطاقات الإبداعية. شعور فخر لنا كعرب في هذه الافتتاحية الجميلة المميزة التاريخية الاستثنائية. فما هو شعور بدر الدين الإدريسي؟ والله الشعور بالفخر أولا كمغربي، كعربي، كإفريقي، أن يكون لنا هكذا حفل افتتاحي يليق بقارة تنمو، بقارة تحاول أن تخرج من معاقلها لتتحدث عن إبداع، أمطار الخير، وكأني بهذه الأمطار أمطرت إبداعا، أمطرت تميزا في إخراج حفل افتتاحي. أستطيع أن أقول له أنه من نوع السهل الممتنع الذي تجتمع فيه كل الأشياء الجميلة لتقدم في مختصر الزمن حكايات وروايات عن وحدة هذه القارة، عن أيضا العناق الأبدي لأبناء هذه القارة من أجل أن يصنعوا لها مستقبلا يليق بإنسانها، يليق بطبيعتها، ويليق أيضا بتاريخها. إذن نحن محسودين في وجود البدر والقمر. البدر والقمر صابر، فما صابر والشمس. صابر. هيا أشرق بشموسك. سأشرق وألخص الحفل في رأيي في 3 كلمات وأفصل بعدها. مبهر، ممتع، منصف. مبهر بلا إسراف، وممتع بلا إسفاف، ومنصف بلا إجحاف. لماذا؟ مبهر بلا إسراف لأن البساطة كانت هي العنوان الأجمل والأبرز لحفل الافتتاح. ممتع بلا إسفاف لأن التفاصيل والرسائل الرائعة التي قدمها الحفل كانت بالفعل تؤكد أنها نابعة من بلد رائع مثل المملكة المغربية. منصف بلا إجحاف لأن المغرب لم تكن أنانية في الحفل، وأشركت الدول العربية، الدول الإفريقية في كافة تفاصيل الاحتفالية بتفاصيل معينة ورقصات وأغاني تخص القارة الإفريقية بشكل عام. أشكرك على جميل التعليق. أشكرك. المغرب بيذاكر ورانا. لا يذاكر، فتحي بيذاكر ورانا. هذا يعمل موضوع بتاع إنشاء، هذا بتاع امتحان يعدي في البكالوريوس. لا هو من السهل الممتنع أيضا. جميل. ما شاء الله، ما شاء عنده الله. قلم. المغرب أبدعت بالافتتاح، والكعبي استمر في هذا الإبداع في هدف ثاني استثنائي سيذكر من ضمن الأهداف التاريخية لمواجهات الافتتاحية في الكان. نتذكر في هذه المباراة. نبدأ معكم مشاهدينا في المواجهة الافتتاحية، انتصار مستحق كما تابعنا. حسام الدين أحمد، نعم. كيف شاهدت هذه المباراة؟ هل كنت تنتظر نتيجة أفضل مما انتهت عليه؟ أولا ألف مبروك لمنتخب المغرب. أنا ككاميري كنت أتمنى الفوز على جزر القمر أمام منتخب المغرب، ولكن كلنا نعرف مكان منتخب المغرب حاليا، أول منتخب في قارة إفريقيا، وأيضا أولا ثانيا مباراة الافتتاح. أنا أظن أن كمباراة نهائي لا فرق بين مباراة الافتتاح والنهائي. وأيضا أظن أن منتخب جزر القمر لم يكن لديه وسيلة إلا الدفاع، لأن منتخب المغرب هو الذي يلعب الكرة وفرض هذا المستوى. وأظن أن منتخب جزر القمر قدم مباراة قوية جدا، لأن أولا هل ندمت على إضاعة هذه الفرصة في تصدي ياسين بونو في التعادل ونحن نشاهد هذه الأهداف؟ هل كنت تنتظر كثير من المنتخب أم كنت فخورا بالنتيجة بناء على الأداء؟ كنت فخور جدا. أولا إذا كان مثلا منتخب جزر القمر سجل هدف من الممكن وأفضل، لكن المستوى
والحركات وكما شاهدنا أن منتخب المغرب لعب من الأطراف من الوسط والحركات والمحاولات كله كان في. وهذه المحاولة الذي كانت محاولة واضحة وصريحة بانفراد تصدى لها ياسين بون. ياسين بون والله كلنا نعرفه أنه حارس المرمى قوي جدا، وهكذا كما يلعب جزر القمر أن لم يكن لديه فرصة إلا الهجمات المرتدة. نعم. وهكذا رفيق سعيد حاول، ولكن ياسين بون قوي جدا. زعلت على النتيجة؟ صح خارج معنا صعب. انا طلبت منه حاجه. وايضا انا اقول ان بالنسبه لجزر القمر حارس المرمى قدم مباراه قويه جدا جدا صح. جدا. صحيح. ليس فقط ضربة الجزاء التي صدها، ولكن صد 3 كرات صدهم. نعم جميل. صح. نسأل حسام الدين أحمد، هل المغرب هو المرشح الأول لهذه البطولة بالنسبة لك؟ طبعا كلنا نعرف أن مهما كان المباراة لديه مشكلات في الافتتاح لابد لتحسينها. مثلا في الهجوم سجل هدفين، ولكن عندنا لاحظنا بعض الأخطاء بعض المشكلات لابد تحسينها. ولكن أظن أن المباراة الافتتاح الهدف الأول الفوز، لأن هناك جماهير هناك هذا صعب. أنت تصر بعيدا عن الأداء ثم تفكر بالأداء في حالة مثالية. الأول الفوز، وفاز منتخب المغرب. جميل. رومان أن تحسن بعض الأشياء في صحيح الإدارة المقبلة. صحيح. رأيك في هذه المواجهة فنيا؟ منظومة دفاعية فتذكر من جزر القمر، لكن الإمكانيات فرضت نفسها والمعطيات. أتصور على أنه فوز منطقي، فوز موضوعي، لكنه فوز من رحم المعاناة كيف نقولوا. تحدثنا بالأمس قلنا على المباريات الافتتاحية لها طابع خاص، حتى لو تعلق الأمر